كان يا مكان في قديم الزمان، كانت واحد البنت سميتها السعدية، مشهورة في القبيلة بجمالها اللي كيشبه القمر. ولكن كانت فيها خصلة وحدة خايبة بزاف، كانت مقازة لدرجة ما كتحركش حتى شبر من بلاصتها. السعدية كانت كتقضي نهارها كله غير في المراية ولا ناعسة. النهار اللي خطبها ولد عمها اللي كان شاب حادق وكيخدم ليل ونهار، كلشي بقى كيتسائل كيفاش غادي دير هاد السعدية مع دارها ورجلها. فاش تزوجات ومشات لدار رجلها، العروسة بقات جالسة بكسوتها نهار وليل، ما بغات حيت تقشيطة، ما بغات طيب، ما بغات حتى تشطب البيت. راجلها في الاول صبر وقال ربما غير الحشمة، ولكن من بعد عرف بلي القضية فيها العجز. واحد النهار قرر يختبرها، قال لها السعدية انا غادي السوق وغنتعطل، هاكي هاد الدقيق وهاد اللحم طيبيهم باش فاش نرجع نلقى الغدا واجد. السعدية بقات كتشوف في البرمة وفي العجينة وما لقات جهد باش تنوض. واحد اللحظة دخلت عندها جارتها لاله منانة اللي كانت معروفة بالدهاء. شافت السعدية جالسة وكتشكى من التعب بلا خدمة، وقالت لها شوفي يا بنتي، العجز ما غادي يجيب لك غير الخلا، ديريه بحساب النهار الكحل، راه الراجل الا ما لقى كوزينتو عامرة كيشوف لجهة اخرى. ولكن السعدية كانت كتعجز حتى على الهضرة. لاله منانة قررت تعلمها درس، جابت لها قطة وربطتها حدا العجينة وقالت للسعدية شوفي، ملي تعجزي قولي للقطة تدلك العجينة، وإلا ما دارتهاش ضربيها. فاش ترجع الراجل لقى السعدية جالسة وقطة مسكينة كتموت حدا القصعة. السعدية بدات كتغوت على القطة، دلكي هاد القطة، واش حتى انت معكازة؟ الراجل فهم اللعبة وجاب المجبانة وبدا كيضرب في الارض حدا القطة وهو كيقول حشومة عليك يا هاد المشة، لعل السعدية مريضة وانتي ما بغيتيش تعاونيها، عجني طيبي شطبي. السعدية من كثرة ما خافت من المنظر ومن الجدية ديال رجلها بدات كتحس باللي الدور جاي عليها، ناضت بلا ما تحس وبدات كتجمع الدور وتوجد الماكلة وهي كترعد. من داك النهار ولات السعدية هي لاله العيالات في القبيلة، ما بقاش العجز كيدور بساحتها، وعرفات باللي الحداقة والتاويل هما اللي كيعليو الشان.